ما تزال آلاف العائلات في محافظة الأنبار تنتظر تعويضات منازلها التي دمرتها الحرب، وبرغم الوعود المتكررة فإن أصحاب البيوت المهدمة يواصلون طرق أبواب الدوائر الحكومية بحثا عن مستحقاتهم وسط تجاهل ومعاناة متفاقمة. في أحد أحياء الرمادي تقف أم يوسف متأملة ركام منزلها الذي كان يوما يضم أفراد أسرتها، وهي تنتظر عطف أصحاب القرار لتشييد جدرانه مجددا. المروة مروتكم وريدوا التعويض 8 سنين يوعدون بينا وماكو كل نتيجة، ماكو غير الله وانتم البادي. شوفوا بيوتنا مفلشة، ضحكوا على الحال مالنا. والمروة مروتكم 8 سنين خلال كردستان 24 إن شاء الله جاء الرسول ويهديهم الله علينا إن شاء الله. في مدن كالرمادي والفلوجة وهيت تتكرر القصص المأساوية، عائلات بلا وطن أجبرتهم الظروف المعيشية إلى العودة إلى الخيام بعد أن جزعوا من وعود مؤجلة وأضابير مكدسة حبيسة أدراج دائرة التعويضات. وعلى الرغم من إعلان الحكومة تخصيص مبالغ لتعويض المتضررين، إلا أن الواقع يقول غير ذلك. سنين ماكو تعويضات، نايمين ما اعرف شنو السبب. ماكو فلوس، لا اكو فلوس، ما حد يمشي بيها ما ندري، اكو قصد بيها ما نعرف، فاحنا وين نروح؟ يقولون والله ماكو تعويضات واقفه. ليش واقفه؟ ما نعرف شنو السبب. فاحنا نرجو من الله من الحكومه ان يسهلون امرنا ويمشونا بهاي مال التعويضات. ويبقى ملف التعويضات عائقا أمام عودة الكثير من النازحين الذين تهدمت منازلهم وما زالوا يحلمون بعودة آمنة تضمن لهم عيشا كريما. من محافظة الأنبار، محمد الدليمي لقناة كردستان.